لكن كوكب الارض ما كانش بيهدى. في نفس الفتره تقريبا حصلت اوريجينيه ووب ماي، الووب ماي اوروجين، ودي كانت واحده من اقدم الاحداث الاوريجينيه اللي سجلها التاريخ الجيولوجي. الحكايه بدات لما السليف كريتون دخلت في سلسله جزر بركانيه علشان تكون مجموعه جبال في شمال كندا. كمان واحد من اقوى التصادمات في تاريخ الارض الاوريجينيه الجرين فيلي، الجرين فيلي اوروجين. المعركه الجيولوجيه دي كانت جزء اساسي في تكوين القاره العملاقه رودينيا، اللي تعتبر البروفه الاولى لتكوين القارات العملاقه بعد كده. اثار التصادم ده لسه باقيه لحد النهارده في جبال الابالاشيان ماونتنز اللورنتيان ماونتنز، وده دليل على ان الجيولوجيا بتحتفظ بذكرياتها لملايين السنين. المعارك الجيولوجيه دي ما كانتش مجرد مشاهد دراميه، ده كان ليها تاثيرات ضخمه على كوكب الارض، زي زياده سماكه القشره القاريه، وده ساعد في استقرار القارات المستقبليه وتكوين احواض ترسيبيه ضخمه اتجمعت فيها الرواسب اللي ساهمت في ظهور البيئات البحريه والبريه، وكمان خلق تجمعات ضخمه للمعادن زي الحديد والذهب واللي بنستخرجها لحد النهارده واللي اتكلمنا عليهم الحلقات اللي فاتت. ده بالاضافه لتاثيرها على المناخ والمحيطات، لان التعريه المستمره للجبال حررت معادن وعناصر اثرت على كيمياء الغلاف الجوي والمحيطات وساهمت في تحولات بيئيه اكبر.